أهم مصادر البروتين. كثير ناس سألتني وين بلاقي البروتين، وين بقدر أحصل بروتين في الأكل. أهم مصادر البروتين واللي أنا بعتمدها شخصيا، عندك الدجاج بشكل عام سواء صدور أو فخاد، عندك اللحمة بكل أنواعها سواء بقري سواء غنم، سواء عندك الأسماك، عندك البيض، هدول الأعلى في البروتين. هلا هاي المصادر فيها بروتين ودهون. لما أكل دجاج أو أكل لحمة أو أكل سمك أو أكل بيض، هون بحسب أنا أخذت من هاي بروتين وأخذت منها أيضا دهون. طبعا في مصادر حيوانية أخرى، يعني حتى لو أخذنا مشتقات الألبان والأجبان، ما هي كمان كلها هذه فيها بروتينات أيضا. نروح للمصادر النباتية، عندك المصادر النباتية من البقوليات بشكل عام هي أكثر شيء كمان فيها بروتينات، وفي عندنا الترمس. ولكن مصدر البروتينات النباتي في معه كربوهيدرات، فلما باجي باكل مثلا أكلت عدس فهذا أعطاني كربوهيدرات وأعطاني بروتين. وغير هيك إنه مصادر البروتين النباتية غير مكتملة زي مصادر البروتين الحيوانية. فأنا لو أخذت دجاج أو أخذت سمك أو لحمة أو بيض أو مشتقات الألبان والأجبان، سلسلة أحماض أمينية كاملة من البروتين بتكون كافية بالنسبة لي. ولكن النباتية دائما بيكون ناقصة، فبدك تعوض من أكثر نوع من أنواع نباتات وتشكل فيها من البقوليات عشان تقدر تكمل النقص اللي موجودة في سلاسل الأحماض الأمينية في المصادر النباتية.